عايزة تعمليها بس خايفة أحسن تشقق منك وتفرش في الفرن؟ لا، تعالي النهاردة أقولك على المقادير المظبوطة وكمان الخطوات اللي هتمشي ورايا فيها وهتطلع معاكي جميلة جدا. الغريبة اللي هي بتكون سهلة جدا وبسيطة، لكن النتيجة ما بتكونش مضمونة 100%. النهاردة بقى جاية أقولك تعالي نجربها مع بعض، وإن شاء الله بإذن الله النتيجة هتكون مضمونة 100%. دي كده الغريبة، طبعا الأرضية بتاعتها لونها حلو جدا وكمان ناعمة ودايبة دوب. يلا نشوف عملناها ازاي. اول حاجة طبعا علشان خاطر المقادير تكون صح لازم توحدي الكوباية اللي انت هتشتغلي بيها، ايا كان شكل الكوباية المفروض اللي انت توحديها. تمام كده تمام. بعد كده معايا 4 كوبايات من الدقيق، وبعد كده كوبايتين من السمنة، بس السمنة تكون محطوطة في التلاجة. يعني انا عايرتها وحطيتها في الكوباية ودخلتها التلاجة لمدة ساعتين. بعد كده معايا كوباية من السكر. يعني المقادير بنمشيها اللي هي ايه 4 2 1. طبعا لو عايزة تقللي بيبقى كوبايتين من الدقيق وكوباية من السمنة ونص كوباية من السكر البودر. بعد كده هجيب العجان او المضرب ايا كان هتشتغلي بايه، وهحط كوبايتين السمنة. طبعا السمنة مجمدة عشان كنت حطاها في التلاجة. هخليهم يضربوا مع بعض لحد كده ما احس ان السمنة معايا بدأت اللي هي تعمل فوم شوية، بس لونها لسه ما بقاش فاتح. بعد كده نزلت بكوبايه السكر البودر، والسكر البودر تقدري اللي انت تجيبيه جاهز او تضربيه في المطحنه، بس لازم تنخليه. هنا معايا كيسين من الفانيليا ودول اختياري. هقعد اضرب بقى السكر مع السمنه لحد ما القوام يكون كريمي بالشكل دوت كده. لحد هنا كده الموضوع تمام وزي الفل. التكات بقى اللي جايه بعد كده هي اللي المفروض تمشي ورايا فيها علشان خاطر النتيجه تكون كويسه. هنا انا غيرت المضرب وخليته الكف. يعني لو انت مش عندك عجان وبتشتغلي بالمضرب تقدري في المرحلة ديت خلاص كده تبدأي تشتغلي بايديكي. هتنزلي كوباية كوباية من الدقيق وتبدأي اللي انت تضربيهم مع بعض او تعجنيهم مع بعض بحركة دائرية. مش عايزين عجن قد ما احنا عايزين اللي هم يتخلطوا ببعض. هنا نزلت بال4 كوبايات دقيق تدريجيا لحد ما بقت معايا بالقوام دوت كده. طبعا بتكون بتلزق سيكة، بس التلزيق دوت مش هتحسي بيه في ايديك اللي بتعجني بيها. يعني مثلا لو انت بتعجني بايد والايد التانية ناشفة هتبدأي اللي انت تمسكيها مش هتلاقيها بتلزق. تمام كده تمام. بعد كده هدخلها التلاجة تريح لمدة نص ساعة. بعد النص ساعة خرجتها من التلاجة بقت متماسكة بالشكل ده. شفتيها في الاول كانت بتلزق ازاي، لكن دلوقتي ما بتلزقش ولا اي حاجة. طبعا الكمية اللي انا عاملاها كمية 4 كوبايات، يعني بمعدل نص كيلو. بس النص كيلو دول انا لما اقعد اعمل كرات صغيرة كده هتقعد معايا برا التلاجة فترة، وانا عندي المطبخ حر شوية. تمام. واليوم اللي انا عملت فيه الغريبة كان الجو حر فعلا، فطبعا انا عملت صينية واحدة ودخلتها التلاجة، مسكت شوية وبعد كده خرجتها عملت صينية تانية وبرضو دخلتها التلاجة، وهكذا لحد ما خلصت الكمية كلها. يعني وانتي شغالة كده لو حسيتي اللي هي بدأت تسيح منك وكمان تسخن في ايديكي، نصيحة مني دخليها التلاجة بعد ما تخلصي الصينية الاولانية. هعمل بسرعة لحد ما اخلص الصينية الاولانية دي، وطبعا الصينية دي هتخلص ومش هتدخل على الفرن، لا دي هتدخل على التلاجة. تلاجة يا هبة، ايوه تلاجة عشان النتيجة تكون كويسة. بصي انا بقولك على تكات وحاجات ممكن يكون محدش هيقولك عليها، بس نصيحة مني اعملي زي ما انا عملت بالظبط. هنا خلاص كنت خلصت الصينية الأولانية ودخلت الطبق في التلاجة يمسك شوية. معايا بقى هنا فوق الوش حطي أي حاجة، ممكن تحطي شوية مكسرات، تحطي حاجات كده من اللي بتتباع عند محلات الحلويات، زي اللي أنا هوريها لك دلوقتي. ممكن تحطي فول سوداني، أنا هنا حطيت لوز، لا فستق. اللوز حطيته في الصينية التانية بس كده. وممكن تسيبيها فاضية خالص، يعني بطرف صباعك كده تعملي كسرة فيها وبس كده. هدخلها بقى التلاجة مش الفرن. وهنا كمان الصينية دي انا عملتها وكمان حاطة كده على وشها لولي كده صغير برضو بيكون شكله حلو، في منه الفضي وفي منه الذهبي. اي صينية انا بعملها بدخلها على طول التلاجة. بعد كده بقى هدخلهم الفرن على فرن سخن درجة حرارة 200. اول ما بتدخل الفرن بدوب بهدي النار من 200 ل 150،
ولو عندك مفيش ارقام على البوتاجاز من بره بتهدي النار خالص. بتقعد في الفرن حوالي 10 دقايق، ويمكن كمان اقل من 10 دقايق، انت بتبقى قاعده متابعيها. بعد ما خرجت من الفرن طبعا انتي ما بتحركيش الغريبة من الصينية خالص، بتسيبيها على الاقل ليلة كاملة علشان خاطر تديكي نتيجة كويس. لو حركتيها من الصينية هتبصم في ايديكي، هتتكسر منك، النتيجة مش هتكون مظبوطة. لكن سيبيها في الصينية زي ما انتي شفتي معايا دلوقتي. الكمية اللي انا وريتها لك وهي محطوطة في الصواني كنت لسه مخرجاها من الفرن. هنا تاني يوم ولا بتبصم، ولا فرشت معايا في الفرن، ولا شققت، ولا اي حاجة. لو مشيتي ورا الخطوات اللي قلتلك عليها هتطلع معاكي مظبوطة 100%. ده كده شكل الغريبة، طعمها حلو جدا، لونها حلو، هي ما بتاخدش لون، هي يدوب بتتشمع. بس لو دخلتيها على درجة حرارة عالية هتاخد لون وهتبقى نية من جوه. خلي بالك من النقطة ديت. بحبكم في الله، وكل سنة وانتم طيبين.